السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ ام مرام. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده كما كتشاهدوا معايا كاقتراح. غادي نحضر معكم بسبوسه بالمندرين اللي كتجي اكثر من رائعه، كتجي خفيفه معلكه ومسقيه كتذوب ذوبان في الفم. غادي نحضرها معكم بطريقه اللي هي سهله سريعه في التحضير ديالها، ما كتشدش الوقت نهائيا، كنديروا كلشي في الخلاط وكتوجد معنا في اخر لحظه. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو كما العاده ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، تشجيعاتكم، تعاليقكم محفزه اللي كتهمني. واللي اول مره غادي يزور قناتي ما ينساش يضغط على الزر الاحمر زر الاشتراك باش يتوصل بكل هو جديد، طبعا فضلا وليس امرا. وبسم الله على بركه الله نمر مباشره للمكونات والطريقه ديال التحضير في نفس الوقت. اول حاجه غادي نحضروها هي السيرو. احتاجيت لجوج حبات ديال المندرين بعد ما غسلتهم مزيان نقيتهم. ضروري انكم تنقيوهم مزيان من داك الخويطات اللي كيكونوا بيض، وكذلك الا فيهم العلف كنأكد عليها باش السيرو والبسبوسه ما يجيش فيهم المذاق ديال المروره. قطعتهم القطع اللي هي صغيره، وحاولوا تختاروا النوعيه ديال المندرين اللي كتكون القشره ديالو رقيقه كيكون حلو. ضفت نص كاس ديال سكر سنيده، انا اكتفيت فقط بنص كاس لانني مازال غادي نضيف من بعد المربى. احتاجيت كذلك الكاس ونص ديال الماء، قياس دائما بالكاس ديال العنبه. غنضيف واحد الكيس ديال الفاني، وغادي نضيف معلقه كبيره ديال المربى ديال المندرين اللي سبق لي وحضرت معكم. انا كان عندي في المجمد، داكشي علاش القوام ديالو عقد. خلطت المكونات ديالي مزيان على البارد حتى يندمجوا معايا. نوضع الكاسرونه على النار اللي كتكون مهيله، ونخلي السيرو كيغلي ويعاود حتى يوجد معنا. انا ما شاركتش معكم الطريقه ديال الطياب ديالو لانه ساهل في التحضير. بالنسبه للمكونات ديال البسبوسه حتى هي احتاجيت لها جوج حبات ديال المندرين بعد ما غسلتهم ونقيتهم وقطعتهم القطع اللي هي صغيره. نحتاج الكاس ديال سكر سنيده، كاس مع مرش ديال الزيت، جوج حبات ديال البيض، كاس الا ربع ديال الماء، جوج معلقات كبار ديال الكوك، مع 250 غرام ديال السميده الرقيقه الخاصه بالبسبوسه، قبيصه د الملحه، كيس ديال الفاني، جوج اكياس ديال الخميره ديال الحلوى فئه 7 غرام من مجموع 14، مع معلقه كبيره ديال الكونفيتير اللي كنت حضرت معكم. وانتم ديروا اي نوعيه كتوفروا عليها. صافي خديت الكاس ديال الخلاط الكهربائي اللي غادي نوضع فيه المكونات كامل اللي ذكرت معكم، نخلي السميده والخميره حتى الاخير عاد غادي نضيفهم. انا استعملت الكاس ديال الخلاط، يمكن لكم ديروا الميكسر ولا الهاشوار اللي كان عندكم متوفر. اهم حاجه انكم تطحنوا المكونات ديالكم مزيان حتى داك القشره ديال المندرين ما تبقاش تبان نهائيا بحال هذه. تشوفوا معايا من كطحنوها مزيان كتبان بحال اللي راه محكوكه تماما. انا غادي نخلي لكم المقادير مكتوبه في اول تعليق مثبت باش اللي بغات المقادير يكونوا واضحين معها، يعني كي ترجعوا لهم تلقاوهم واجدين. صافي نخلط المكونات ديالي مزيان حتى يندمجوا كما قلت لكم. الاخوات اللي عندهم الكاس ديال الخلاط الكهربائي ما كيطحنش مزيان، حاولوا انكم المرحله الاولى طحنوا فيها داك جوج حبات ديال المندرين مع كاس الا ربع ديال الماء حتى تطحنوا، عاد ضيفوا باقي المكونات. هانتوما شوفوا الخليط ديالنا كي كيصبح كما قلت لكم. داك القشره ملي كتطحن مزيان ما كتبقاش تبان نهائيا. في هذه المرحله غادي نضيف 250 غرام ديال السميده الخاصه بالبسبوسه مع داك القبيصه ديال الملحه. الاخوات اللي ما عندهمش الميزان ديروا جوج كيسان بقياس كاس العنبه ديال السميده. ضفت جوج اكياس الخميره ديال الحلوى من فئه 7 غرام المجموع 14 غرام، مع معلقه كبيره ديال الخل. نسيت اخواتي ما حطيتهاش مع المقادير في الاول. نخلطهم هكا بالمعلقه لان ملي كنضيفوا السميده الخليط كيتقل معنا. حاولوا انكم تخلطوه مزيان، عاد طحنوه المره الثانيه. صافي في هذه المرحله شحال ما طحنا السميده ديالنا شحال ما كتعطينا الخفه والتعليكه للبسبوسه. كنأكد على انكم طحنوا السميده مزيان حتى الحبيبات ديالها ما يبقاوش يبانوا نهائيا باش تنجح معكم هذه البسبوسه هذه. بالنسبه للمول اللي احتاجيت له، انا احتاجيت هذا المول هذا اللي القطر ديالو 28 على 20 اللي دهنته بالزبده ورشيته بخليط ديال السميده والكوك. يمكن لكم ترشوه بالسميده، انا درت هذا المول هذا او هاد الطاوه. يمكن لكم ديروه دائري ولا ديروها هي في المقله الثقيله ديال الوجده. كنصب الخليط ديالي وكنساوي الوجه بالمعلقه. في الاثناء الفران يكون عندكم مشعول من قبل، حاولوا انه ما يكونش سخون بزاف. كنأكد على ان الفران ما يكونش سخون بزاف. نخبطها واحد الخبطه خفيفه كما سطح العمل باش يتساوى لها الوجه، وندخلها الفران طيب. وكل وحده راه كتعرف الطريقه ديال الطياب ديال الفران اللي عندها. انا خدات مني 30 دقيقه بالضبط. هانتوما بعد ما خرجتها من الفران جات محمره من جميع الجوانب وهي سخونه. غادي نسقيها بداك السيروم بعد ما برد. شوفوا القوام ديالو كي كيصبح كيجي ثقيل وراه كينقص من الكميه ديالو. درنا كاس ونص ديال الماء، وانتم شوفوا من غادي نصفيه غادي تحصلوا على كاس فقط. راه كيجي معلك وكيجي خاتر بداك المربى اللي كنضيفوا له.
راه البسبوسه خاصها تكون سخونه، السيرو يكون بارد، ولا العكس، الا كانت البسبوسه بارده يكون السيرو سخون. صافي كناخذ هذا السيرو هذا وكنسقي به الوجه ديال البسبوسه كامل. حاول ركز حتى الجوانب باش ما يبقاوش ناشفين، حتى هما يجيو مشربين مزيان. صافي نتاكد بان البسبوسه ديالي تشربت داك السيرو كامل، ونمروا للمرحله ديال التزيين. بالنسبه للتزيين اخواتي كيبقى لكم الاختيار، باش ما بغيتو تزينوا الوجه ديال البسبوسه كيبقى لكم الاختيار كما كنقول لكم دائما. انا التزيين اللي غادي نشارك معكم، خديت ورق ديال الرسم اللي قطعت منه شرائط بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. كنبدا بالوسط وعاد الجوانب. وانتم كما قلت لكم تزين على حسب المتوفر، يمكن لكم تزينوها برقائق اللوز ولا رقائق الكاوكاو ولا هي الكوكا، كترشوا الوجه ديالها كامل بالكوك. المهم انا شاركت معكم هذا التزيين، الصراحه كيجي مختلف وكيجي راقي. وغادي تشوفوا الخطا اللي درت انا في هذه المرحله ديال التزيين. نتمنى الا جربتوه ما ترتكبوش نفس الخطا اللي درت انايا. صافي نرش هكا الكوك. يتبعوا معايا الفيديو باش نقول لكم الخطا اللي ما خصكمش ديروه اللي وقعت فيه انايا. هانتوما شوفوا معايا من هذه نجي نحيد هاد الشرائط هادو. انا البسبوسه كانت سخونه، من سقيتها مباشره دزت انني نزينها مع الزربه ما نقول لكمش. صافي نتوما الا بغيتو ديروا هاد الزين كما قلت لكم خليوها حتى تبرد تماما. هانتوما من جيت نحيد هاد الشرائط لصقوا معايا. المهم تبغيو تحيدوهم حيدوهم هي بالمهل، حاولوا من تهزوهم داك الكوك اللي كيكون من الفوق باش ما يضيع لكمش التزيين ديال البسبوسه، يعني التزيين ديال الوجه ديالها. المهم انا هانتوما شوفوا الشكل ديالها خسر معايا مع التصوير، ما عادش نخليها كما هكا. انا فقط شاركت معكم هذه المرحله، كان بامكاني انني نقطعها في المونتاج، ولكن قلت علاش ما نشاركهاش مع المتتبعات ديالي، ربما ديروا هذا الزين هذا باش ما توقعوش في نفس الخطا. صافي رشيت الوجه ديالها كامل بالكوك وغادي نقطعها. شوفوا التقطيعه ديالها كي كتبان البسبوسه، كتبان انها خفيفه ومهويه. نتمنى اخواتي انكم تجربوها بالمقادير اللي شاركت معكم، وحتى الطريقه راها مهمه باش تنجح معكم. والله ما غادي تندموا عليها الا جربتوها بهذه المقادير وهذه الطريقه، هذه تولي معتمده عندكم. وصدقوني اللي كلا هذه يطلب منكم المقادير. انا هذه هي المعتمده عندي من سنين، هذه ديال المندارين. كاين بزاف الانواع ديال البسبوسه، ولكن هذه ديال المندارين ما نقول لكمش عليها كي كتجي. وهذه هي وقيتو، حاولوا انكم تستغلوه. شوفوا هانتوما شفتوا كي كتجي، راه ماشي شكرتها لكم هكاك، راه كتستحق انها تجربوها. كتجي خفيفه، كتجي معلكه وشاربه داك السيرو. وشوفوا حتى ما شاء الله السمك ديالها، راه ما كتجيش رقيقه وما كتجيش عاليه بزاف، لان راه بسبوسه ماشي كيكه، وراه ما شاء الله العلو ديالها راه هو هذا. وحتى المذاق ما نقول لكمش عليها. غادي نحل معكم وشوفوا في التقطيعه كي كتبان البسبوسه، كتبان انها خفيفه وكما قلت لكم معلكه. نتمنى اخواتي لو وصلتوا حتى لهنا كنتو مازال ما درتوش واحد اللايك، ما تبخلوش على اختكم بواحد اللايك كتشجع الفيديو. كنذكركم بها فقط باش يبان عند الناس وحدين اخرين، وتحفزوني حتى انا انني نشارك معكم وصفات اللي سهله وفي متناول الجميع، واهم حاجه انها ناجحه ومن القلب. وبالصحه والراحه الى فيديو قادم ان شاء الله في وصفه جديده. مع السلامه.